كل واحد منا يطول ولا يقصر لابد يدخل القبر، وحتى واحد ما يدي معاه مال ولا جاه، إنما هو العمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني جزاء العمل الصالح حياة طيبة في الدنيا وأجر عظيم بعد الموت. واش هو العمل الصالح؟ ذو الشروط. الأول يكون العمل خالص لوجه الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني اللي ينوي بالعمل غير وجه الله عمله باطل وسعيه خاسر. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرط الثاني يكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني اللي يدير عبادة ماشي في سنة محمد صلى الله عليه وسلم عبادته مردودة عليه. المعنى اللي باغي رضا الله والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة يشد في زوج صوالح: يحرص يكون عمله لوجه الله، ويحرص يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشرك في العبادة، ما يخترع في الدين. لما تنشر هذا الفيديو أنت تدعو إلى الله اللي قال: ادعو إلى سبيل ربك، وتحسن للعباد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: بلغوا عني ولو آية.